السلام عليكم. شايفين الجمال ده كله؟ هنعمل النهاردة ان شاء الله البرجر بأسهل مكونات وبطريقة اقتصادية، وكمان هنعمل العيش الكايزر معاه. شايفين الجمال بتاعه؟ ايه رأيكم بقى في السندوتش القمر ده؟ مكوناتنا ايه؟ معانا 6 كوبايات من الدقيق، معلقة كبيرة من السكر، ذرة من الملح، معلقة كبيرة من الخميرة، 3 معالق من الزيت، ومعلقة من لبن البودرة. لو متوفر عندك حطيه، مش متوفر خلاص، احنا عاملينه يا حبايبي اقتصادي. طبعا السكر مع الخميرة مع نص كوباية من المية، دوبناهم مع بعض، وده كان شكلهم حاجة كده اللهم بارك. نزلنا على الدقيق، عجناه اهو بالشكل ده كده. ال6 كوبايات خدوا مني 3 كوبايات ونص من المية، طبعا بقى على حسب الدقيق اللي عندك يا حبيبتي. اهو لميتهم كده بالمعلقة، وهكمل عجن بايدي اهو بالشكل ده. عجنتهم يا حبايبي، وهلمهم اهو ب3 معالق من الزيت اهو. طبعا اول ما تحطي الزيت هتحسي كده ان العجينة متقطعة معاكي، متقلقيش خالص، كملي عجن وان شاء الله هتبقى كويسة اهي. شايفين يا حبايبي؟ انا كملت عجن فيها لمدة 10 دقايق كده. شايفين بقى؟ هسيبها بقى ان شاء الله تخمر، وهعمل عجينة البرجر. معانا كيلو الا ربع من اللحمة المفرومة، معانا كمان كوباية من البقسماط، ملح وفلفل، توم وبصل بودرة، وكمان ما تنسوش خلطة التوابل بتاعة البرجر من كنور، بصراحة بتدي طعم حلو قوي للبرجر بتاعنا، ومعلقة كمان بابريكا. شايفين؟ هنا بقى يا حبايبي بعد ما عجنتها كويس هكورها بالشكل ده اهو. هنا بقى عندي قطعة البرجر. طبعا حبيبتي لو ما عندكيش في اي برطمان عادي هتعمليه، او على ايدك مفيش مشكلة اهو. عملته بالشكل ده اهو كده. طبعا لو ما عندكيش تقدري برضو تعمليه على ايدك، انا عملت اهو 2 على ايدي عشان اوريكي. رجعت بقى للعجين بتاعي، كان اختمر معايا اهو، وده كانت اول مرحلة في الخمر بتاع الكايزر. هقطع بقى يا حبيبتي العجين اهو بالشكل ده كده، وهسيبه برضو يخمر للمرة التانية اهو. هبدأ بأول واحدة انا قطعتها، وهبدأ كده ألفها بالشكل ده. بعمله كده علشان طبعا يا حبيبتي اعمل اللبابة اللي بتبقى جوه العيش ويبقى مرتفع معايا اهو. شايفين؟ بكل سهولة. طبعا مسحت ايدي مسحة زيت عشان اعرف املك العجينة كويس اهو بالشكل ده كده. حطيتها في صينية، مسحاها مسحة زيت بسيطة اهو بالشكل ده كده. هعمل بقى بقية الكايزر، وهسيبه بقى يخمر للمرة التالتة اهو. وده كان شكله. هنا كان خمر معايا بقى يا حبايبي. بدأت أولع بقى الفرن بتاعي على درجة حرارة 200. مسحت وشه بمسحة من اللبن، معلقة من اللبن اهو، ورشيت له كمان السمسم. ايه رأيكم بقى في جماله؟ اول ما طلع طبعا غطيته عشان يفضل معايا طري. قطعنا بصل وطماطم وفلفل، وده الخيار السريع. لو عايزين طريقته اكتبولي في الكومنتات وانا ان شاء الله اعمله لكم. هنا بقى كنا حطينا كمان البرجر اهو بتاعنا اهو على النار بكل سهولة. افتح لكم واحد بقى اوريهولكم. دي كانت اول صينية طلعت معايا اهو بالشكل ده. شايفين؟ حاجة كده اللهم بارك، حاجة حلوة وبسيطة وسهلة، وعملتها في البيت فرحتي اولادك. ايه رأيك بقى؟
حطينا طماطم، شرايح من البصل، حطينا كمان شرايح من الجبنة، خيار مخلل، اللي بتحبيه حطيه، عايزة خس كمان حطي. شايفين الجمال ده؟ لو وصلتي بقى لحد هنا متبخليش عليا بلايك والشير وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل الجديد. شايفين الجمال ده؟ ايه رأيكم؟ حاجة سهلة وبسيطة واقتصادية، من غير بقى صوصات وحاجات مكلفة، عملناه في البيت فرحنا بيه أولادنا. شايفين بقى بقية العيش؟ شايفين جماله؟ حاجة كده اللهم بارك. افتح لكم كمان رغيف. يلا بقى قومي اتشجعي واعملي وفرحي أولادك، واسيبك في رعاية الله واقولك السلام عليكم.